يا بنتي قد أنا وثقت لك كل شيء في البنك، وهذا الورقة وبيلن وبحقك احتفظي فين براءة الذمة. ليش هكذا يابا؟ ما عملي ولا معي بالدنيا غيرك، لا ولد ولا ثلث ولا أخت ولا معي أي شيء غيرك. الله يطول في عمرك يابا، وإن شاء الله يكون عمري قبل عمرك. الله يا بنتي، أنا قد خير وحد إن شاء نفسي الله. له دهور. إن شاء الله إننا ما خيب ظنك يابا، والله يطول بعمرك ويخليك لنا. الله كل هذا الدعاية فيها الأوراق المهمة البصاير، انتبه تضع عليك وتمكن إبراهيم لا يده. تمام، إذا جيت إبراهيم من بعد ورجعته إلا عندي. ألو، السلام عليكم. ها إبراهيم، كيف حالك؟ اسمعني يا إبراهيم، أنا رسلت لك الولد قبل شوية، معه دعاية داخلها أوراق مهمة. والله تمام قد وصلين. الأوراق هذا المهمة تنتبه لين لا ما قدوا وقتهن. يا من عاي إبراهيم، أنا راكنة على الله ثم عليك، الأوراق لا تضيع. ان شاء الله احتفظ فيهن، لا تخاف ولا تخاف. يلا مع السلامة. يا عمي، ها كيف انت يا سيدي وعيني؟ نحمد الله ونشكره. لا، انا كنت اتكلمك في موضوع بيننا وياك. سمعت ان الورقات دي مكنت بنتك والورث حقك والكل، لو قديت الله عندي كنت اعمل لك المستحيل يا وما ولدي. يصلح بعدها يا عمي. حين تدي المرة وبه رجال معك داخل، قد انا حسب واحد من عيالك. يا ولدي، هي أملي الوحيد بنتي، أبرد ذمتي وديتين لبنتي، ما بك معي لا ولد ولا ثلث ولا أخت ولا أخ ولا معي شيء. ان انا عارف بس يا عمي، حلا وديت الله عند الورق وعملت هكذا وهكذا، وكنت اعرف لك انا واصلح لك وحجج لك واعمل لك دي ما يعمل لك احد، وقد انا واحد من عيالك. العلم من أنت ومن المرأة. خير ان شاء الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسطرش هالجوال، خلنا نكلمش كلمتين. الآن يا عمر دقائق بس، أنت داري إننا بينادير الأعمار يا عمر، دقائق وإحنا بس. نعمل هذا الطحي، خلنا نكلمش كلمتين، أنا مستعجل معي عمل. الآن حاضر، يلا دقائق أطفي النت. اسمعي يا بنت الحلال، أنت عارفة إن أنت عندي الدنيا وما فيها. بس يا مرة لزع وسط الناس بلا سواد، حتى لو ما تدير العمل ولا أسير ولا حاجة أبز معهم الكراتين ولا حاجة، قالوا شاقح عليه مرته متحكمة فينا، متحكمة فيك وكذا كذا، لا يعيروني الناس. وأنا يا مرة قال لزع وما عليك زي مرفع راسي. ليش يا عمر وانت افتخر اني مراتك معاها مال حقي وحقك؟ بس يا مرة الناس، شوف الناس ما لا يقولوش هكذا، الناس لحين يعيروني. يا مرة ارفعي من قدر زوجي، ارفعيني شوية، أنا اللي منعش. مالنا ومال الناس يا عمر. يا عمر انا وانت احنا دارين، احنا عايشين في بيت واحد، وانت فاهم ان المال حقي هو حقك. وما هو معي هو لك. أنا بالنسبة راضية، أنت في كل شيء راضي ما تفعله، وأنا داري أنت ما تخدعيني وأنت يا دورك تصلحينها. بس يا مرة نسي سكت الناس، نسكتهم من الكلام اللي لا يقع فيني. أنت لو تشوفيني كيف لا يكلموا فيني في المجالس، علي الحلال إننا نخرج راسي نعس. ايش افعل يا مرة؟ سمعتي؟ فنشتي منش حاجة واحدة، حتى عندما يكونوا حكوني أدخل أروح من الورقة أقول هاي مرتي بصمت لي فلت لي كل شيء، في بصمي لي خلنا ولا العمل وما عاد أخونش، وأنت عرفت كيف عاد أوقف معاك وصل لهم عاش كل شيء ما طلبتيها أنا قدها. ايش ابصم لك بالضبط؟ ايش إنما بالله قلت لا والله أنا لا أسعى حاكش وأنا نخجل على الوفاة دي فيش. ما بالله وانت ناوي تتزوج ولا تلعب بذيلك كذا؟ الله المستعان، صدقيني ما زوج علش العمر كله ومعذر موقف معاش. أنا على استغني منش دي، قومتيني فعلتيني كل شيء وأنا كنت جاي فقير، ما كانش معي حاجة، وقبلتيني ورضيتي فيني وقم أتزوج عليش. إنها من هذا الجاه والمال وقم أتزوج عليش، أمر الله المستعان عليش، لو ما عاد أخونش. خير إن شاء الله. سهلها الله سهلها. اسمعي يا مرة، الله يعطيش العافية، إنا والله أنا حرج منش، ما تقولش إني حيلة ولا حاجة، معي تهي الورقة، الله يديش العافية بصدق. تقراها؟ اقراها. اقراها ايش فيها؟ ايوه تمام. يا الله سهلها يا رب العالمين.
يعني انت الان تشتيني ابصم لك عليها عشان لما حد يكون يسألك يقول ان انت عايش من حقي المال، توريهم انه حقك المال انت. اصلا كبر من نفسي يا مرة، لا يحرجوني الناس. اصبحت احاديث في كلام الناس في المجالس لا يحدثوا فيني. احلى زوجة في الدنيا. تفضل. عاد انا جا ابصم لك لكن قلدك الله فيني وانت خبر. الله انا ما عاد باليسرى ولا اليسرى؟ الا وانا واثقة. ايوه تمام. ايوه ما ما بصمت لك الا وانا واثقة فيك يا عمار، قلدك الله فيني. قالش مراه قال عاد اخونش. الان ادخل جهنم قدام ابطهم كلهم، الم ادبر ابطهم. وراسك لا كشفي. الله يديلش العافيه، الله يديلش، الله يديلش. وتهي البصمه لاش خبيها لا عشي ورقات ولا حاجه كنت بصمي فيها. معايا الختمه حقي دي باسم ابي. خليها لش. يلا بالخير. اشتغل صلح هذولا. اخواض يا عمار اخواض. يا هلا يا أستاذ إبراهيم، الحين الإيرادات حق المحل اللي في المدينة لا عند من أحولها، لا عند عمار ولا مرته. أيوة لا عند عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام يا با. حيا الله يحييك، كيف انت يا بنتي؟ الحمد لله. انت كيف حالك يا با؟ كيف فعلتي يا بنتي؟ ايش يا با؟ كيف ضحك عليك عمان؟ يا با حنت داري قدو زوجي. زوجك الصابع ينهم علي انا الاول. انا عاد انا كملت بس انا داري شو كيف اننا امنتك على كل شيء وديت لك وقلت انت بنتي الوحيده وقمت تبصمين له. وما درك يا با؟ قصابة من الله اليوم من خط علي من انا. خير يا عمار خير. انا يا با والله انا بصمت لا قلت حين وزوجي وقدو معي وشريك حياتي وقدو سند لي خلاص، قدو ما هو لي له، قد احنا الاثنين عايشين بيت واحد. ما يقعش يا بنتي. لا ما تندمتي. كنت هتخلي بيدك بدل ما انت الحين بيده. والله ما ادري ما تندمي. ابوك قدالك ما اتخلى في حوزتك. قال لبنته وبنته هانت نفسها وهانت ابوها. ان شاء الله خير يابا، وانا واثقه في عمر انه ما يفعلش اي حاجه ان شاء الله. لا ما تندمتي. مع السلامه. الله معك يابا. انت هتندمي وما. يا الله لا ستفضحنا. الآن أخذ فرصتي. أيوة الذهب حقش كله هنا ولا وراك. أروش كيف عاد أعملش. الدولاب مفتوح، غريبة. من اللي فتح الدولاب؟ الشنطة. يا عمار يا عمار. خير ما قد. يا الله خرج. ما بالله اشتي اقول لك حاجة. خير ما قد. الشنطة دي كانت هنا الدولاب. كيف؟ الدولاب. ما لها الدولاب. من اللي فتح الدولاب؟
ايش الحركات هذه يا مرة تقضي عليها؟ الشنطة ما بحد داخل. كيف؟ أنا دخلت والدولاب مفتوح والشنطة مش موجودة داخل. تخيلي في راس الشيء عندش خبر. البصاير كل شيء معي داخل. كل شيء معي داخل. يعني ما حميت إلا حقك، أما البصاير حقي والذهب حقي ومش الموجودة جنب حقك صح؟ ما موجودة إلا حقك بس. حقي وحقش واحدة. بس فكري في عقلش. أنا معي أوراق مهمة داخل. أنصارين الأوراق على من الحركات هذه يا مرة عليها. من اللي يفتح الدولاب يا عمار ويدخل ور 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 ولا عند الشنطة؟ من اللي داري بالمكان طيب هذا؟ افتح من هنا. دحين دي بس شلت لنا. اسمعي يا بنت الحلال. اسمعي ما أقول لك. الأوراق وحقي كاملة داخل. فهمتي؟ لا تمكني شيء سكتة في سكتة. أشتي حقي جلة عندي. أنت دي في البيت قاعدة وأنت دي جالسة داخل البيت. أنا مانيش داخل البيت. أنت اللي ندير العمل واصل. تردي حقي اليوم. لو ما تردي هنا الوجه أبيض. هذا لا أكلمش وأنت أخبرتي نفسك. شوفي يا بنت الحلال. دوري ما دخل غرفة حقنا غرفة النوم. أنت خرجتي عند الجيران أو رحتي مكان ثاني محل لا يدخل بيتنا إلا أبوك. أنا قد عجمتني مصر. يا الله يا الله. حسبي الله ونعم الوكيل. والله مش فاهم منها. خاطرش اجلسي على منتي عجمة. يا الله خاطر. السلام عليكم يا بنتي. ايش بيك؟ ايش قد دبلك من مكيدة والدي هذا؟ ولا يا عيبة على بنتي. يا عيبة يا عيبة. يا بنتي تجهزين سيرك المستشفى. يا عيبة على بنتي والكيدة. يا عيبة على بنتي. يا عيبة العيبة. يا عميها. لا لا ولا سلام. خايف ايش قدك؟ كيف حالت البنية؟ بنية ايش؟ روح اسألها. البنية عجمة بكمة داخل البيت. روح اسألها على شيء عجمة وبكمة. عمار أنا اديت لك بنتي بأموالها بكلها. أوصيت كل مملك لبنتي. خلاص بنتك ليش عزمك؟ أنت ما قال لك علمش الخبر. نعم. دحين جاء مقور لك هكذا ما لك بقي. روح دور السرقات اللي داخل البيت. أنت ما لك علم بالسرقة صح؟ ما تسرقها. أين الذهب حقه وين أموالي؟ المال حقي كله داخل عندها طرحته. تمام؟ مطروح عندها كلها. اشتغلت عملت صلحت أوراق بصاير كل شيء داخل هناك. الآن ما عبش ولا شيء. اصبر يا صفار. ليش عجمت؟ ما تجلن. أنت تخبر محل ملجورة عندها محلات كل بيتنا ملجورة واحد. محل لا يصير وجي غيرك أنت يا عميها. أنت اللي سرقتني. أنا شوف يا عميها بحق العيش والملح. والله لو كان غيرك إن أنا قطمت يده من هنا قط. يا حقيق. اسمع يا أخي الكلام أول كلام ما بش داعي لطوالهن. أنتوا راجعوا نفسكم واعرف من دي دخل. اعرف من دي دخل البيت حقي ومن دي فتح الدولاب ومن دي شلهن وتدو حقي لهنيك. ما بش انا وراك والزمن طويل. قلت لك بنتي بلدك كبدي. خلاص بنتك نقد يا عجمة روح بدها. انت جاجمتها. واشلها. انت جاجمتها وفعلت هذا المقلب لبنتي علشان تزوج فوقها. ما عليك انا عاد اوريك يا عميها. ايش اكلمها وش حاجه. اسمعي يا بنت عمي
أنا والله قد أنا مليت من الجلسة هذه ومليت من دخلت البيت من قد أنا شاني نفسي الصدق. أنت روحت البيت أكلم جد جالس بين 4 حيطان. اسمعي يا بنت الحلال، أنا مش تزعلي مني ولا تقولين أنا من الإنسان أنا بطرت عليش ولا عملت لش حاجات ولا فعلت عليش حاجات، وأنت عارفة أن أنا عدو أوفيت بوعدي. لكن يا مرة الآن ما عاد أقدر الآن أنت روحت أكلمش في شؤون وفي حاجات ما تردي عليها. اسمعي يا بنت الحلال، أنا بدي لش خدامة لا داخل البيت. يا الله، أدي لش خدامة يا مرة لا داخل البيت. يا مرة تقوم في يا الله شكل ما وش حكي هذا الحين. الآن تد عليها الدنيا. ليش لا تزعلين يا نسوان؟ ليش لا تزعلين؟ عندما واحد يدور انه يتزوج ولا بنفسه يتزوج تنطبق الدنيا عليكن، تنزل السماء والارض عليكن. ليش؟ هذا الغلط دي فيكن يا مرة، ولا هذا شيء شرعي حاجة حلال ما حد يزعل منها. يا مرة صح أول شيء أتنصدمي الآن، بعد أتعودي معاش يا مرة. والله إن قبلتي يا مرة ولا الباب يتسع جمل. أنا خلاص إيش أعمل؟ أروح أكلم جدران خاطرش. يلا لفوا لا تش يقبلي. انا عايز اشتغل على 10 منظر بس، ولا تبري علي ولا شيء. يلا التلفون على كل سبب العاطفية حقيقي انا عتبت عليه. يلا اقبلي. وين سايرة يا بنت الحلال؟ ايه الله يرضى عليك، ما بيش داعي للسيرة. اسمعي الكلام يا بنت الحلال، قعدي معها لا تفلتينيش. انا لي منع ابوش لا تفلتينيش وما حقش عليا وما طلبتيها نديه. ردي الشنطة هانك يا مرة. مانيش قادر اعيش وما حدا انت في البيت. لا تقدري البيت علينا. انت لا تركبي راسش، لا تركبي خلاص. ما بقولش كلمة وانت راح تشيلي نفسك عند ابوش. لا تصدق ابوش ولا تصدق احد. قعدي داخل البيت يا مرة الله يرضى عليك. اقول لك لا تخرجي من البيت. ايش اعمل وايش اصلح هذا الحين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أهلا وسهلا. أنا لك الدنيا يا بنتي، مثل ما سقيت عليك وانت صغيرة أسقى عليك الحين. لا تخافي. عم يحيى أهلا. شوف بالنسبة للذهب أنا قد بلغت للمحلات كامل، تمام وإن شاء الله أن المخطط حقه يفشل. إن شاء الله. أنت لا تخاف ولا شيء، وإن شاء الله دا يرجع. أنا بلغت المحلات كامل ونشرت صورته. الله يرضى عليك. لا تقلق ولا شيء. الله يرضى عليك. يلا مع السلامة. مع السلامة. والله ما ادري كيف اعمل. رحت السوق اليوم لا عند محل الذهب من كامل جيران، وين قد خرج الجوال ولا يعمل لي إياه. اكيد قد به بلاغ، اكيد قد معهم مجموعات قد لا صنعوا على كل مكان.
ما بش داعي إني نفضح نفسي. لا عاد أبيعهن ولا شيء، أخليهن داخل البيت وأرجع لي. لا ما تحتل الأمور. الدنيا والله بنتعب. يلا خير خير.